كمان تعالى اقول لك ازاي تحفظ الصورة بتاعتك بعد ما الريليف بتاعك بعد ما خلصته صورة جراي سكيل. تقدر ان انت تدخلها في البرنامج مرة تانية وتطلع لك ايا كان ال 3 دي بتاعك. احيانا بتكون محتاج تبعت ملف حجمه كبير لصديق مثلا او زبون، بس لازم يكون بيعرف يتعامل مع البرنامج طبعا. طبعا احنا شغالين على اللير، فهندخل على اللي احنا واقفين عليها هنقول له سيف. محفظة بقى لير، هحفظ ويندوز بيت ماب والصيغة بتاعتها BMAP، واسمي مثلا الملف حشوة او شتة. شوف كده الصورة اللي انا حفظتها اخترتها اهي واضحة طبعا جميلة. تعالى نرجع كده في البرنامج. منتنساش طبعا شوف تتعامل بقى معاه. خلاص انت نضفته وظبطت. بتحفظ بقى الصورة كجري سكيل. بتظهر تطبيق بس الزد بتاعك، تدخل على الديسبلاي بتاع تظبطها لك. عايز بقى تعلي 18. حسيت ان الصورة فيها بكسل شوية، واحد سموث بس الجمال ده. يلا تحياتي، وان شاء الله نكمل باقي الاجزاء. يا ريت كل ما تاخد حاجة تطبقها عملي.